ها كيفاش صايبنا الطبلة ديال الفراشة بيدينا. من بعد ما فرشنا في الاول غير بميكا وداكشي جا ما بيناش السلعة مزيان، قررنا اننا نصايبو فراشة طبلة عالية شوية. المهم لقينا هاد الحديدة هادي عاونتنا جاب. المهم حنا خدامين هنايا بيدينا انا والدري صاحبي نيت، فصلنا دوك الجعاب قطعناهم، تنفصلو الجعاب على حسب القياس اللي بغينا، العرض الطول. بالمناسبة الدراري كاينين مشاهدات عاليين في القناة، ولكن التفاعل قليل. كاين عندنا تقريبا 15 اشتراك. المهم الدراري ما فيها باس تدخلوا تعاونوا معنا باشتراك، لايكات، نزيدو نكبروا ان شاء الله الرحمن الرحيم القناة. المهم حنا بادين من الزيرو، داكشي اللي لقينا راه تنخدمو به وصافي. هنا كملنا التفصال ديال الحديد على حساب العبارات، دابا خدام كنسوجي فيه انايا، كنسوجي جاب اللي حنا بغينا نديرو طبلة ديال مونطابل على حساب الموتور. كيفاش تقدر تهزو داكشي، تهز الحديد وتجيك ساهله في الهزه وتهزها في كلشي، حتى تمشي للبلاصه اللي بتفرج فيها وديك الساعه مونطي وفرج. انا كنركب دوك المفاصل اللي بيدخلوا فيهم الجعاب. هادشي تيبغي واحد شويه تاع الصبر ضروري. في الاول غتلقى صعوبات، غتواجه شحال تاع عوائق، ولكن المهم الصبر وخدمه ودقه دقه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي يحمل الواد. هادشي هذا هو المفهوم باش غادي حنايا دقه دقه غادي يحمل الواد. وتنشكركم بعدا على التعليقات الزوينه ديالكم اللي كتدعمونا فيها. الله يحفظكم حتى نتوما، الله يسر لكم في اي حاجه كديروها. المهم هنا غادي وكتوضح عندكم الفكره، غادي تركب داكشي شويه بشويه تنسوجي فيه. هنا كنكونوا وقفنا الطبله ديالنا، هذه هي الطبيله ديالنا كما كتشوفوا، غتجيب على هذا الشكل هذا ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا ما تيسلم عليكم. الطبله غتجي في هذا الشكل، في الطول وفي العرض، هذاك الطول والعرض والارتفاع. وصلت وقت الصباغه فينيسيو، المهم تصبغ عماد خدام تيصبغ. الدراري غير زعمو توكلوا على الله، وحتى حاجه راه ما سهله، ولكن توكلوا على الله والبدايه اللي كتكون صعيبه. وهذه هي الطبيله ديالنا متواضعه كتجي بهذه الطريقه.